هنا اكو بحث جدا مهم. هذا البحث تداولوه علماء الاخلاق، وتداولوه علماء الاجتماع، وتداولوه علماء النفس. شنو هو البحث؟ البحث: هل ان الانسان مجرم بالفطره وخير بالفطره؟ يولا مجرم بالتربيه وخير بالتربيه. يعني الان احنا لما نرجع الى قابيل ايش كثر؟ احنا دفرض صار عمره لما صارت جريمته عمره مثلا 25 30 سنه. 30 سنه يعني من اجى الى الكره الارضيه الى 30 سنه. 30 سنه مو كافيه لان تنشئ حضاره، حتى نقول ان هذا الفرد تاثر بحضارته، تاثر باجواء الاجتماعيه وتغلغلت عنده الجريمه، معناه ولدت معه الجريمه. نبه، يعني اذا قلنا هذا اول انسان ادم وهذا ابنه، يعني بهالسرعه ما عندنا زمن كافي يخلق مجتمع تتغلغل فيه الجرائم. معنى ذلك شنو؟ معنى ذلك ان جريمه ولدت مع هذا، يعني ان هذا مجرم بالفطره. وهذه النظريه ترى موجوده حتى في العصر الحديث الان، على ما اتخطر من ابرز ابطالها لومبروزو العالم الايطالي. لومبروزو يذهب الى ان الجريمه فطريه، اكو ناس يولدون مجرمين بالفطره، وغيره اكو جماعات من علماء الاجتماع علماء النفس، قسم كبير علماء الاخلاق يذهبون الى ان بعض الناس يولد مجرم بالفطره، ويقابلهم راي اخر لا، ان الانسان يتعلم الجريمه منين؟ من المجتمع. ماكو واحد يولد مجرم بالفطره. وهي هي نظريه الاسلام. شويه تنبه لي، الاسلام ما يرى ان هناك مجرم بالفطره ابدا، انما الانسان يولد صحيفه بيضاء. ماكو صحيفه بيضاء، يولد طاهر، يولد وما عنده اي شيء من الانحراف، يولد يمثل الطهاره، الفطره الانسانيه. زين، اذا منين الجريمه؟ الجريمه تجي له موضعيه، اما من اسرته او من مدينته او من مجتمعه، هو الابوان يغلغلان فيه، او المجتمع او ولو مجتمع صغير. هذا المجتمع الصغير الانسان يولد مجرد استعداد، عنده استعداد لان يكون خير او عنده استعداد لان يكون شرير. شلونه؟ حصل على تربيه تسوي خير صار خير، حصل على تربيه تسوي شرير صار شرير. ولهذا تلقى اكو حرص من الدين على ان الانسان يجب ان يوضع بالبيئه الطاهره حتى لا ينحرف. شلون يعني البيئه الطاهره؟ البيئه الطاهره يستمع الى اهل علم، الى اهل اخلاق، الى اهل تربيه صحيحه، الى مجتمع خير، يبعد عن رفقاء السوء. يعني قدر الامكان نختار البيئه الصالحه للوليد حتى لا ينحرف، لان المجتمع يغلغل به صفاته اما خير واما شر. زين، اذا هذا الصراع بين العلماء او النزاع بين العلماء، قسم من عنده يلتقي مع الاسلام وقسم من عنده لا يلتقي مع الاسلام. والذي يلتقي مع الاسلام الذهاب الى نظريه ان الانسان يولد طاهر. اذا انولد طاهر، اول بيئه يتفاعل وياها ياهو اول بيئه اجتماعيه امه وابوه. اذا شاف امه وابوه ملتزمين الصدق والاخلاق يتعلم. واذا لا والله شاف الام والابو يكذبون، وشاف الام والابو يغلطون، تصدر منهم الفاظ نابيه، بطبيعه الحال الطفل راح يتعلم راح يجنون عليه، لان الاسره مصنع الاطفال. الاسره الام والاب هذول المصنع، العيش اللي يتربى به الطفل. اذا حصل على تربيه وعيش نظيف طلع مؤدب مهذب، والعكس بالعكس.